إصابة شخصين بطعنات مختلفة في حادثة غريبة من حوادث السبوي اللي بقت شبه يومية في مدينة نيويورك. إيه اللي بيحصل؟ النهاردة الصبح الساعة 7:30 صباحا في وقت الراش أور أو وقت الازدحام الكبير، كان القطر بتاع الفايف ترين كان رايح لمحطة لكسنتون في منهاتن عند جراند سنترال تيرمينال. وقبل ما السبوي يقف بحاجة بسيطة في خلاف حصل، ففي واحد غير معروف هويته لغاية دلوقتي، الشخص دوت أخرج آلة حادة وطعن الشخص التاني اللي كان معاه خلاف، وكان في واحد جنبه خد طعنات بالمرة. في حادثة من الحوادث الصعبة. الاتنين اتنقلوا للمستشفى وهم في حالة جيدة حاليا، ولكن لغاية دلوقتي لم يتم القبض على مرتكب الفعل. حوادث السبواي ومشاكل السبواي ما بتنتهيش في مدينة نيويورك، كل يوم في حادثة واثنين وثلاثة من الحوادث الصعبة. زي ما احنا شايفين حادثة زي كده لم يتم القبض على الجاني لحد دلوقتي. في نفس الوقت اللي مدينة نيويورك بتحاسب الناس وبتاخد فلوس لحاجات كتيرة منها ال MTA، زي ضريبة الازدحام اللي بتحصلها، كل ده عشان تطوير شبكة ال MTA أو شبكة الباصات والقطارات في مدينة نيويورك. لكن لحد الآن لا أمان ولا نظافة ولا أي حاجة موجودة فيها. فشل فظيع، وهنشوف الدنيا هتوصل لغاية فين. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.